بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا ثالثه ثانوي ادبي استاتستكس احصاء لغات اول محاضره معانا. زي ما اتفقت معاكم كده في الفيديو التعريفي، احنا خدنا بالنا ان احنا هنقسم المحاضره بطريقه مختلفه. بقى احنا شغلنا شغل مختلف عن العلمي، احنا شغالين بستايل الادبي لان انا بشرح لك ماث ادبي، خلي بالك. طيب الفكره ماشيه ازاي؟ الفكره ماشيه ان انا هشرح يونت 1. يونت 1 دوت لما تفتح كتاب المدرسه هتلاقي ان يونت 1 ديت متقسمه لدرسين، درس اول ودرس تاني. احنا بقى مش ماشيين بالسكه ديت، احنا ماشيين على نظامنا احنا بيقول ايه؟ ان يونت 1 ديت متقسمه فور توبكس، كل فيديو على توبيك واحد معين بس. يعني الفيديو دوت يعني مركز جدا على الحاجه بتاعه الكورليشن، كل فيديو على حاجه معينه. فانت لو انت واقع في اي حته في المنهج على بقى مدار السنه كلها هتدور على الفيديو بتاعها، مش مضطر ان انت تسمع 10 ساعات وتدور على الجزء اللي انت عارفه. لا 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 خالص، انت هتبقى عارف انت عايز ايه وهتدور عليه. تمام. فيونت 1 دي بتتكلم عن حاجه اسمها كورليشن. هنمسك اول حته فيها بس اللي هي كلمه ايه؟ كورليشن، ونعمل لها فيديو صغير دلوقتي انت هتتفرج عليه. يلا بينا تعالى نبدا. بص يا صديقي، دلوقتي يعني ايه كلمه كورليشن؟ لو انا معايا جدول والجدول دوت كان فيه اكس وواي، فانا رحت عامل هنا جدول فيه اكس وواي ورحت حاطط ارقام، وليكن مثلا 3 و7 و9، والناحيه الثانيه هنا في الواي كنت حاطط 11 و12 و15. تمام، اي نمبرز. الاكس والواي دولت نقدر نحسب ما بينهم حاجه اسمها كورليشن. يعني ايه كورليشن؟ كورليشن ده ارتباط، يعني احنا الاكس والواي مرتبطين ببعض قد ايه؟ هنشوف بقى. عشان نحسب الكورليشن ديت، كلمه كورليشن ديت عملنا لها سيمبل اسمه ار. الار دي علشان نحسبها ليها طريقه، الطريقه دي في طرق كتير، في طريقه اسمها بيرسون وفي طريقه اسمها سبيرمان. سيبك من الطريقه، المهم الناتج من الطريقه. طبعا الطريقه دي انا هشرحها لك، بس خليك معايا في الحته اللي انا عايز اقولها لك دي بس. عشان تحسب الار ديت، الار دي هتطلع لك ارقام بعد ما تتحسب بالكالكوليتور. انت مش عارف تتحسب ازاي، بس قول لي ان انت حسبتها، ما انا هاجي لك في الفيديو اللي بعدها هنحسبها، يعني ما تقلقش. بعد ما تحسب الار ديت هيطلع لك ارقام. الارقام اللي هتطلع بتاعت الار هتطلع ارقام من اول نيجاتيف 1 لحد 1. يعني ايه من نيجاتيف 1 لحد 1؟ يعني الارقام اللي بتطلع بارقام صغيره. ينفع يطلع لك زيرو، ينفع يطلع 0.1 0.2 0.12 0.17 0.9 لحد 1. ونفس الارقام ديت ينفع تطلع بالنيجاتيف. تمام كده؟ حلو. طيب ما تيجي نقسم بقى الارقام ديت واحده واحده واقول لك ايه اللي هيحصل. بص يا صديقي، دلوقتي احنا ممكن مبدئيا كده تعال نفسر الارقام اللي هنا. ممكن يطلع ايه؟ ممكن يطلع معايا نيجاتيف 1 تحديدا، ممكن يطلع 1، ممكن يطلع 0. انا بتوقع معاك ايه اللي هيحصل. طيب ممكن يطلع لي 0.1 0.2 0.3، ممكن يطلع لي 0.4 0.5 0.6، ممكن يطلع لك 0.7 0.8 0.9. في سؤال دلوقتي طرح في دماغك، عارف ايه هو السؤال؟ ايه هو السؤال اللي طرح في دماغك؟ السؤال اللي طرح في دماغك ان هل ينفع يطلع لي ارقام بعد كده؟ لا. يعني ينفع يطلع لي مثلا 2؟ لا ما ينفعش يطلع 2. طب لو طلع معاك 2 ايه اللي يحصل؟ يبقى انت حسبت حاجه غلط. طب لو طلع معاك نيجاتيف 3 يبقى انت حاسب حاجه غلط. يعني مين الارقام اللي تطلع؟ هي دي اللي قدامك دي بس. طب الارقام دي ممكن تطلع بوزيتيف وممكن تطلع نيجاتيف. لحد كده تمام؟ تمام. بص بقى يا صاحبي، لو طلع 0.1 معاك على الكالكوليتور بعد الحسبه، يعني لو طلع معاك 0.1 او 2 او 3، معنى كده ان دولت هيبقوا ويك. يعني الريليشن اللي ما بينهم، الكوروليشن اللي ما بينهم، الارتباط اللي ما بينهم ضعيف. طب لو طلعت 0.4 او 5 او 6، ده كده هيكون اسمه ميديوم، او ساعات بنقول عليه في الكتاب مودريت. الاثنين ينفعوا معاك مفيش مشكله، يبقى ممكن تنفع ميديوم وممكن تنفع مودريت. طب لو طلع 7 0.7 او 0.8 او 0.9، دي كده بنسميها سترونج. لحد كده تمام؟ حلو قوي. اي رقم من دول بقى، اي رقم من دول هيطلع معاك بوزيتيف، هنقول ان الريليشن او الكوروليشن ما بين الاكس والواي هنقول عليها ان هي دايركت. طيب يعني ايه بقى كلمه دايركت؟ كلمه دايركت ده يعني هما الاثنين انكريز مع بعض او ديكريز مع بعض، يعني هما الاثنين بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. فمثلا لو انت بصيت على التيبل اللي انا كنت عامله ده، انت هنا معاك 3 و7 و9، الاكس عماله تزيد. طب بص على الواي كده، 11 12 15 عماله تزيد، يبقى اكيد الكوروليشن اللي هيطلع ده هيطلع بوزيتيف، يعني هما الاثنين بيزيدوا مع بعض، او حتى لو كانوا بيقلوا مع بعض. طيب لو اي رقم من دول طلع نيجاتيف، هنقول على الكوروليشن اللي معايا عندنا ده ان هو انفرس. يبقى كده تاني اقول لك تاني، يبقى لو طلع بوزيتيف هنقول عليه دايركت، لو طلع نيجاتيف هنقول عليه ايه؟ انفرس. طيب لو طلع 0.1 او 2 او 3 ويك. طب لو طلع نيجاتيف 0.2 خلاص يبقى ويك بس انفرس. طب لو طلع بوزيتيف 0.5 برافو عليك، يبقى انا قلت بوزيتيف يبقى دايركت بس مودريت. طب لو طلع 0.6، 0.6 هيبقى ميديم، بس الميديم ده 0.6 بوزيتيف هيبقى دايركت. مجمع معايا؟ اي رقم بوزيتيف هيبقى دايركت. لو انت بقى زودت عن ال 0.6 دي اي رقم
كده دخلت انت في الحته بتاعت الاسترونج. يعني لو قلت لك 0.65 يبقى انت كده دخلت في الاسترونج. طب دخلت عند 0.68 دخلت في الاسترونج. يبقى انا خلي بالك ان الميديم دوت انا معاك لحد 0.6 بس. اول ما تعدي 0.6 صح، يبقى انت كده دخلت في مين؟ في الاسترونج. لحد كده تمام؟ كويس قوي. طب لو انت بتحسب طلع معاك الاجابه نيجاتيف 1 او 1، اي واحد من دول هنقول عليه بيرفكت. يعني لو طلع 1 هنقول عليه بيرفكت، ولو طلع نيجاتيف 1 هنقول عليه بيرفكت. طب لو طلع 1 يبقى هنقول عليه بيرفكت بس دايركت. ليه؟ علشان بوزيتيف. طب لو طلع نيجاتيف 1 صح، هنقول عليه بيرفكت بس مين؟ انفرس. الله ينور عليك، انت كده مجمع معايا. طب لو طلع 0 دي بقى يعني مفيش كورليشن ما بين الاكس والواي، هنقول في الحاله دي ان هم انكورليتد، او ممكن نقول عليها مايلستيك. كلمه مايلستيك يعني هم الاثنين مفيش كورليشن ما بينهم. لحد كده تمام؟ تمام، حلو قوي. حاجه اخيره بس عايز اقولها لك عشان انت تزهق مني. بص يا صاحبي، الدايركت ده لو احنا جينا رسمناه في الجراف، هنرسمه في الجراف ازاي؟ بنرسمه في الجراف لاين. اللاين ده بيبقى انكريز، يعني طالع لفوق كده. طب تعرفوا ازاي هو انكريز ولا ديكريز؟ بتلاقيه عامل زي علامه النايكي كده، زي كوتش نايكي كده. بص اهو، ده كده. يبقى لو انت لقيت الرسمه بالشكل ده تفهم ان هو الشكل ده الكورليشن كان بوزيتيف، يعني كان دايركت. طيب لو انت لقيته العكس بقى الناحيه الثانيه، يبقى معنى كده ان هو انفرس. جميل قوي. بص بقى، المفروض ان الاكس والواي دولت بيترسموا في الجراف. يعني انت معاك بوينت اكس وواي تقدر تحطها في الجراف صح؟ يقدر احط بوينت 3 و11 واحط 7 و12 صح كده؟ لو انت حطيت البوينتس دي كلها وكلهم طلعوا على اللاين، تفهم كده ان هو بيرفكت، يعني كلهم على نفس اللاين. ان كيس اي كيس بقى، سواء كان كده او كده. طب لو انت رسمت اللاين وانت بترسم اللاين كده لقيت ان البوينت قريبه قوي من اللاين، يعني مش كلهم على نفس اللاين، يعني حواليه، يبقى معنى كده ان هو سترونج. كل ما تبعد بقى عن اللاين كل ما يبقى ابعد، كل ما يبقى ميديوم، وبعد كده ممكن يبقى ايه؟ ويك، كل ما يبعد خالص. يعني لو انت لقيت اللاين كده والنقط بعيده قوي عنده كده، بص مفيش حته قريبه منه، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ان هو ويك. فهمت الفكره؟ بس يا صاحبي انا مش عايز منك اكتر من كده. هو ده اللي انا كنت عايزك تعرفه النهارده بس. شفت انت الجزء اللي انا شرحته ده ما كملش معاك 10 دقايق بس، هحل عليه 50 سؤال في الحته دي بس. يبقى انت خرجت من الفيديو بتحل على الحاجات اللي انا بقولها لك. يبقى انت كده المعلومه واضحه وصريحه. انت بتدور على ايه؟ على الحته بتاعت الكورليشن. عرفت ملخص الحوار ايه؟ الكورليشن ده ارقام ما بين النيجاتيف 1 لحد ال1 صح؟ صح. طلع معاك نيجاتيف 1 او 1 بيرفكت. اي رقم بالنيجاتيف انفرس، اي رقم بالبوزيتيف دايركت، زيرو نايلستيك. الارقام 0.1 2 او 3 بنقول عليهم ويك، 0.456 بنقول عليهم ميديم، 0.789 سترونج. طيب الجراف لو كان عامل علامه النايكي يبقى بوزيتيف، العكس نيجاتيف. في اي مشاكل؟ تعالى بقى نحل على الموضوع ده بس. يلا بينا. يلا يا صاحبي بقى تعالى نبص على الاسئله واحده واحده. دلوقتي هنا بيقول لي ايه؟ the strongest correlation coefficient of the following. مين هنا strongest؟ ميدو. ما تجرب كده يا ميدو تحل معايا. مين هنا لو انت هتختار strongest؟ ما تقول لي كده. انا شايف يا مستر 0.85. 0.85 بوم. هو انت حسيت ان هو بيقول لك سترونج يعني دايركت؟ انا قلت لك ان هو دايركت؟ انا ما قلتش ان هو دايركت، انا قلت لك سترونج بس. انا هنا بقى ما حددتش هو دايركت ولا انفرس. طب بمخك انت بقى، هو 0.8 اكتر ولا 0.9؟ 0.9. يبقى انا هنا بدور على السترونجست، يبقى السترونجست اللي عندي اللي هي نيجاتيف 0.9. طب ليه يا مستر اخترت النيجاتيف 0.9 مع ان 0.8 اكبر؟ يا حبيبي انا ما بدورش مين اكبر هنا واصغر، انا بدور هو قال لك سترونج بس. فالسترونج دوت ما تفرقش معايا بوزيتيف او نيجاتيف، يبقى انا بدور على الرقم الكبير. مين الرقم الكبير؟ ال 0.8 ولا 0.9؟ 0.9. عشان كده خدت 0.9. ركز في كل كلمه بيقولها لك وشوف هو عايز منك ايه. تعالى شوف يلا السؤال رقم 2. بيقول لك ذا سترونجست انفرس. اكيد بقى اتعلمت من غلطتك، هو ده اللي انا بدور عليه بقى، ان انا فوكس على حته واحده بس، هو ده اللي انا بدور عليه. تاني كده بيقول لك مين هنا سترونجست انفرس؟ مين هنا؟ ما يلا يا ميدو جاوب. جاوب بقى يلا. 0.8. الله ينور عليك. ليه بقى؟ انا ما دورتش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام يلا بينا تعال نخش على واحده ثانيه. بيقول لك مين هنا ذا ويكست كورليشن؟ مين هنا اضعف حاجه؟ ما قاليش بقى هو مين، فانا هفكر كده. ميدو تحب تجاوب يا ميدو السؤال دوت؟ بيقول لك مين هنا الويكست؟ الويكست هو نيجاتيف 1.2. نيجاتيف بوم. برضه نفس الفكره،
ايه اللي وداك اصلا بتدور على الارقام ليه؟ الراجل بيقول لك انا عايز الويجز. مبدئيا كده تفكيرك ده كان للاسف ساذج جدا. ليه بقى؟ لان انا قايل لك اصلا وانت بتحسب الكورليشن اوعى تطلع عن ال1. يعني مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم دي غلط من غير ما افكر اصلا فيها، لان هي عدت ال1. يبقى انا كل تفكيري دلوقتي في نيجاتيف 0.7 ولا 0.12 ولا 0.9. طب ارجع فكر تاني كده معايا يا ميدو، لسه انت محتار نيجاتيف 0.7 ولا 0.9 ولا 0.12. احساسك موديك فين؟ ما تقول لي اغلط عادي، قول عند 0.7. انت احساسك موديك عند 0.7 ليه؟ عشان انت شايف ان دي 0.7 ودي 0.12 ودي 0.9. وانا ما قلتلكش كده، انا قلت لك دور على الرقم اللي بعد الزيرو على طول. ال 0.12 دي خادعه، هو كاتبها لك 0.12 بس عشان انت تشك فيها وترميها، انما هي مش 0.12، هي 0. كام؟ 1. كل الارقام اللي بعديها دي مش مؤثره معايا، لان دي لما تعمل لها ابروكسيميت هتفضل برضو زي ما هي 0.1. فالمساله هنا طبعا مش 0.7 دي هتبقى غلط، يبقى الاجابه الصح اللي هي 0.12، لان هي اصلا مش 0.12، هي بالنسبه لي اكنها 0. كام؟ 1. ما تزعلش منه، انت جامد، فكر بس معايا. طب اتلخبطت؟ تاني تعالى يلا خش على بعديها. ها بيقول لك one of the next number can represent strong وايه وانفرس. يلا حل معاك. مين هنا strong وانفرس؟ مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم في واحده غلط خالص. مين اللي غلط خالص؟ 0.9. ال 0.9 دي غلط خالص ولا دي الاجابه؟ لا نيجاتيف 1.1 دي اللي غلط خالص. برافو عليك، دي كده غلط خالص عشان دي نيجاتيف 1.1، فدي اصلا بره الحكايه اصلا. انما في واحده صح بقى، هو هنا عايز سترونج بس ايه؟ انفرس. يبقى انا كده بدور على النيجاتيف، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي غلط ودي غلط، يبقى هي دي الاجابه اللي صح عشان دي سترونج وانفرس. يلا كمان شكل تاني من الاسئله. بيقول لك ذا سكاتر دياجرام ريبريزنت انفرس وكورليشن. واحد هنا هيكون انفرس. طيب كده في حاجات ممكن نستبعدها، الشكل ده اصلا مش معانا خالص والشكل ده كده مش معانا خالص، يبقى انا كل تفكيري في انه المفروض ان انا اختار بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندك حاجه عايز تقولها؟ مثلا انت لسه شارح لي قايل لي ان لو الكلام اللاين نازل لتحت ايوه يبقى انفرس. برافو عليك. لو طلع لفوق يبقى دايركت. طلع لفوق دي هنعمل زي علامه النايكي كده، صح؟ برافو عليك. يبقى المفروض العلامه هنا دي اللي هتبقى صح علشان دي هتكون ايه؟ هتكون انفرس. يلا بينا تاني وتالت وما تزهقش مني كده. احنا عاملين فوكس على الحته دي بس، عايزك تخرج من الفيديو ده انت جامد في كل الاسئله دي، وبعد كده الفيديو التاني ربنا يعدلها. يلا بينا. ها بيقول لك السؤال ده جه اصلا امتى بقى؟ السؤال ده جه اصلا في 2024 ونفس الموضوع، عشان ما تفتكرش ان احنا بنشرح هنا حاجات ما بيجيش في الامتحان، ده اللي بيجي في الامتحان. يلا صح. هنا بيقول لك ان الكورليشن كوفيشنت بتاع الار دوت بيكون بيلونج من كام لحد كام؟ احنا لسه متفقين صح؟ هل من 0 لحد 1 ولا هل من نيجاتيف 1 لحد 1 اوبن ولا من نيجاتيف 1 لحد 1 كلوزد؟ اسالك سؤال، انت هل تقدر تحدد لي ايه الفرق بين نيجاتيف 1 ديت ودي؟ تعرف ايه الفرق ما بينهم؟ مبدئيا كده هو الكورليشن ده بيبقى فيه 0 ولا ما فيهوش؟ فيه 0، يبقى كده دي غلط. طيب الكورليشن بيبدا من 0 لحد 1 بس، يعني مفيش ارقام نيجاتيف؟ لا في ارقام نيجاتيف، يبقى دي كمان غلط. طب هو بيكون من نيجاتيف 1 لحد 1 بس، اختار دي ولا دي؟ انت احساسك رميك فين؟ طب انت عارف ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ تعال اقول لك ايه الفرق. النيجاتيف 1 وال1 يعني النيجاتيف 1 ينفع تطلع وال1 ينفع تطلع، الاثنين دول موجودين معانا. طب هنا من نيجاتيف 1 لحد 1 الاثنين دولت برضو ايه؟ ده كده النيجاتيف 1 مش موجوده ولا لا؟ احنا ساعات بيطلع ال1 وساعات بيطلع النيجاتيف 1، يبقى دي كمان غلط، يبقى الاجابه الصح من نيجاتيف 1 لحد 1. بس عايز اقول لك معلومه في دي، عارف من 0 ل1 ديت بقى كده من 0 ل1 ده لو هو كان عاملها كده من 0 اوبن لحد 1 كده، عارف ده كده نقول عليه ايه؟ كده كنا نقول عليه دايركت. ليه؟ لان دي الارقام الدايركت بس. طب لو انا كتبتها لك كده بقى من نيجاتيف 1 لحد الزيرو كده اوبن، دي كده بقى نقول عليها ايه؟ برافو عليك، سمعتك، انفرس. خش على بعديها. يلا السؤال ده جه في 2023 بيقول لك ذا نايلستيك كورليشن. نايلستيك، ايوه كلمه نايلستيك دي اللي هو ما فيش كورليشن اصلا، يبقى الاجابه بتاعتها بكام؟ 0. برافو عليك، يبقى الاجابه بتاعتها ب0، اكيد مش 0.1 لان 0.1 ده ويك. جميل. يلا بص في 2023 بيقول لك الار نفس الحكايه تاني، بس هنا بقى قال لك ان الار ريبريزنت ا دايركت كورليشن. دايركت كورليشن، مين هنا دايركت كورليشن؟ دايركت ما لسه شرحها لنا مستر. لسه شرحها لك، برافو عليك. يبقى الاجابه رقم بي. طب ما كانش ينفع تاخد الدي؟ ما هي برضو من 0 ل 1. لا ما تنفعش. ليه؟ لان الزيرو هنا معاك والزيرو مش دايركت، الزيرو نايلستيك، ولا هو دايركت ولا هو انفرس، يبقى دي غلط مش هينفع نختارها، انما الاجابه الصح هي دي. تمام كده؟ برافو عليك. يلا خش على اللي بعديها في 2023. بص في 2023 قال لك الكورليشن هنا مين اللي بيرفكت بس انفرس؟ بيرفكت وانفرس. انفرس يبقى لازم يكون نيجاتيف. غلط غلط
غلط. خلاص يبقى الاجابه الصح هي بي، علشان دوت بيرفكت لازم يكون 1 او نيجاتيف 1. يلا بينا 2022. بص اسئله امتحانات كلها 2022 بيقول لك الريليشن بتوين السيركمفرنس اوف ا سيركل اند اتس راديوس. ايه الريليشن بتوين الراديوس والسيركمفرنس؟ انت عارف الراديوس ده كان شكله عامل ازاي في سيركل؟ لو انت راسم سيركل ده كده كان الراديوس، صح يا صاحبي؟ انت احساسك ايه بقى؟ طب بص 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 بص، طب ما هي دي سيركل، الله الله الله، دو 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 دو، بص بص بص، انت مش ملاحظ حاجه؟ ان كل ما بصغر الراديوس ايه اللي بيحصل في السيركمفرنس؟ السيركل ذات نفسها ايه اللي بيحصل؟ بتقل. طب كل ما بتزود الراديوس ايه اللي بيحصل؟ بتزيد. يعني هما الاثنين كده بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع ايه؟ مع بعض. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده اكيد الريليشن ديت اكيد كانت دايركت. بس الدايركت ده بقى سترونج، يعني بيزيد بس مش جامد، ولا بيزيد؟ لا بيزيد طبعا. يبقى اكيد الاجابه كانت بيرفكت ودايركت. برافو عليك يا صاحبي. يلا مره كمان بيقول لك if the two variable increase together او decrease together، هما الاثنين بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. لو هما الاثنين بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض يبقوا نايلستيك؟ لا طبعا، ده كده ده زيرو، مفيش اصلا ريليشن ما بينهم. امال المفروض يكونوا ايه؟ انفرس، بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. يبقى كده لازم تكون الاجابه دايركت. خش على اللي بعديها. مين هنا سترونجست وانفرس؟ سترونج بس انفرس، بوم، كلهم بالنيجاتيف. فمين اقوى واحد هنا؟ ممتاز، اللي هو 0.8. The strongest of the following، مين هنا strongest؟ ها دور، مفيش غير دي 0.9. زهقت ولا لسه؟ انا ما زهقتش، اوعى تزهق. انا عايزك تخرج من الفيديو بقيت جامد، بقيت انت عايز تسرع. يلا بينا. ها the smallest correlation coefficient، مين هنا اصغر حاجه؟ لسه حلينها قلنا دي ايه؟ مين؟ برافو عليك، صح، 0.12. The relation between square side length and its perimeter. تعال نبص كده، السكوير اهو ده السايد بتاعه. طب صغرت السايد، طب صغرت السايد، طب صغرت السايد، ايه اللي بيحصل؟ ها بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. برافو عليك، يبقى بيرفكت ودايركت. يلا the relation between square side and its area، نفس الموضوع، بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض. يبقى هما الاثنين هيكونوا دايركت. برافو عليك، دايركت ولينير. ممتاز. يلا the relation between the number of hours that the works in a factory and his wage is what؟ المرتب بتاعك، انت عامل دلوقتي كل ما تشتغل كتير تتوقع ايه؟ المرتب هيزيد ولا هيقل؟ صح؟ اكيد هيزيد. يبقى نفس الفكره، يبقى اكيد هما الاثنين هيكونوا بيرفكت. ما مش معقول انا هشتغل كتير وانت هاخد مرتب قليل، زي ما مش معقول انت هتذاكر كتير وربنا مش هيعوضك، استحاله. طول ما انت بتذاكر كل ما ربنا هيكرمك، طول ما انت تعبان كل ما ربنا هيكرمك، طول ما انت بتتفرج وبتتعب كل ما ربنا هيكرمك، فان شاء الله ربنا هيكرمك. انت اقوى من الماث. يلا بينا. ها which of the following correlation coefficient represent perfect و direct؟ عايزين مين هنا؟ perfect و direct. طب ما تستبعد معايا كده، في حاجات غلط. ادي والنبي، ادي ايه ار بتن دي وش غلط، خلاص دي بره الحكايه. طيب مين هنا بيرفكت ودايركت؟ بيرفكت. طب ما هي دي بيرفكت ودي بيرفكت، عايز تتكلم يا ميدو قول يا حبيبي، قول. يبقى بوان يا مستر. ما انا لسه قايل لك، برافو عليك يا واد يا ميدو، انت جامد. خش على اللي بعديها. يلا يا ميدو. ها بيقول لك هنا، ما تجاوب بقى ميدو. ها يلا مين هنا؟ الشكل اللي قدامك ده ميدو، تختاروا ايه؟ البوينت دي نازله لتحت، لازم يكون انفرس يا مستر. طب سترونج ده ولا بيرفكت؟ مش استنى بقى، عشان في اتنين، في انفرس بيرفكت وفي انفرس سترونج، مبدئيا دول غلط. ها ما تعملش حد بقى دي بقى، اصبر. دلوقتي البوينتس دي كلها على نفس اللاين، يعني لو انا رسمت لك لاين كده كلهم بيعدوا عليه ولا في حاجات بعدت؟ في حاجات بعدت، خلاص يبقى كده سترونج. عارف لو انت رسمت اللاين دول كده وكلهم كانوا عليه كنا اخترنا دي، كنا اخترنا اللي هي مين؟ اللي هي البيرفكت. ودي يلا هات لي تاني، مين هنا سترونجست؟ مين اقوى حاجه هنا؟ ها 0.85. 0. ما يا ولا شوف الواد زيرو از غلط دي ليه؟ ما في 0.9. ما هو ما قالش هو دايركت ولا انفرس، ما قالش ركز. يلا هات لي هنا مين هنا انفرس بسرعه بقى، قول البي. يلا برافو عليك. خش على هنا، مين هنا سترونج؟ ما قالش انفرس ولا دايركت، ما قالش، يبقى 0.9. ممتاز. خش على اللي بعديها. يلا ها مين الريليشن اللي هنا؟ بيقول لك ذا سكاتر دياجرام ريبريزنت انفرس، خلاص مين يبقى هنا بي على طول. يلا ودي هات اللي بعديها، مين سترونجست هنا؟ 0.9. 0.9 ماليش دعوه هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. يلا تاني يلا مين هنا انفرس؟ سي. سي، ممتاز. يلا مين هنا سترونج؟
وانفرس، بس سترونج وانفرس. سترونج وانفرس ماشي. ها مين بسرعه؟ يبقى دي يبقى دي 0.9. يلا مين هنا؟ استنى بقى، السؤال ده بقى فكره جديده. لو انت واخد بالك من موضوع الاسلوب، كنا خدنا احنا زمان وانت صغير كده في ثالثه اعدادي كان في حاجه اسمها الاسلوب. الاسلوب ده كنا بنعمل بيه ايه؟ كنا بنقدر نحدد الشكل دوت هو انكريز ولا ديكريز. لو الاسلوب دوت طلع معاك رقم بوزيتيف يبقى معنى كده ان الشكل عامل كده. يعني لما انت عملت الواي ماينس الواي اوفر الاكس ماينس الاكس اكيد الرقم طلع معاك بوزيتيف. انما لو هو كان ديكريز يبقى معنى كده لما انت حسبت الاسلوب طلع نيجاتيف. يبقى تاني لو الاسلوب اللي معاك طلع بوزيتيف يبقى انت تفهم ان الكورليشن طلع بوزيتيف. لو الاسلوب طلع نيجاتيف يبقى انت كده فاهم ان اللاين ديكريز، يبقى احنا كده بنقل. خدت بالك؟ حاجه بتزيد وحاجه بتقل. فتعالى بقى يلا ها. هنا بيقول لك ان السكاتر دياجرام دوت لاي اون ستريت لاين هوز سلوب از بوزيتيف. يعني لما هو رسم اللاين الاسلوب طلع بوزيتيف وكل البوينتس اللي عليه طلعت اون اللاين، يعني كلهم مرسومين كده. يبقى الشكل اللي قدامك ده بيرفكت ده بيرفكت. ده بيرفكت صح، بس في نفس الوقت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو قال لك بوزيتيف صح. يبقى الاجابه المفروض تكون 1، يبقى انت هتختار 1. فهمت الفكره؟ اقولها تاني معلش الحته ديت. يبقى لو قال لك عايز الاسلوب الاسلوب بوزيتيف، الاسلوب ده اللي هو الكورليشن اللي هو الار على طول. يلا هات اللي بعديها. يلا هنا بيقول لك عايز السكاتر دياجرام سترونج بس انفرس، سترونج وانفرس. بص بقى ركز معايا، دي غلط علشان دي دايركت، بس في 3 ينفعوا انفرس، ال3 شغالين معاك انفرس. بس هو عايز ايه؟ عايز سترونج وانفرس. مين هنا سترونج وانفرس؟ دي مش هتنفع. عارف ليه مش هتنفع؟ عشان دول كلهم على اللاين. انما ارسم هنا لاين وارسم هنا لاين. انهي بوينت تعتبر قريبه اكتر من اللاين؟ ايه ولا سي؟ ما تقول يا ميدو. ايه صح، يبقى الاجابه ايه. حلوه يا ولد. خش على اللي بعديها. يلا بيقول لك ايتش اوف الفيجرز اللي موجوده معانا، خلي بالك ان ده نمبر 1 وده نمبر 2. الحاجات التكنيك دي بقى بسيطه لازم تاخد بالك منها. بص دايما في الطبيعه انا اصلا كنت افتكر ان دي 1 ودي 2. الحاجات دي بسيطه بس تلوع في الامتحان. انت هنا كاتب لك ان ده 1 وده 2. جاوب معايا. بيقول لك بوث فيجر ريبريزنت ا بيرفكت. هما الاثنين يعتبروا بيرفكت؟ بصراحه طب شوف رقم 2. هل فيجر 1 ده ريبريزنت دايركت؟ بص 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 شوف انا عملت ايه. هو كاتب لي فيجر 1 وانا عملت كده غلط. هو اقصد ده. خلي بالك فيجر 1 دوت ده دايركت؟ لا غلط، ده انفرس. طب يلا فيجر 2 ريبريزنت انفرس. هل ده يعتبر انفرس؟ لا ده دايركت. طب يلا بوث فيجر نوت ريبريزنت كورليشن. لا دول طبعا كورليشن. يبقى الاجابه الصح هي الايه. فهمتها ولا عيدها تاني؟ فهمتها؟ لا تمام. طب يلا خش على اللي بعديها. يلا بينا. استنى ايه اللي طلعك انت فوق؟ يلا خش على بعديها. يلا ها. The relation between side lengths of equilateral triangle and its perimeter. ها معاك تراينجل بس equilateral، معاك تراينجل بس equilateral، معاك تراينجل بس equilateral. كل ما تزود السايد ايه اللي هيحصل؟ البريمتر هيزيد. يبقى ده هيكون ايه؟ قول يا ميدو. بيرفكت ودايركت. حلوه بيرفكت. خش على اللي بعديها. ها بيقول لك التايب اوف كورليشن. ها ده هيكون ايه؟ ده دايركت ولا انفرس؟ دايركت يا مستر. دايركت. بيرفكت ولا سترونج ولا ايه؟ استنى هنكنسل دي. هنكنسل دي. بس معايا واحده بيرفكت ومعايا واحده دايركت بس. احساسك رميك على فين؟ لا على دايركت بس. دايركت بس لان هو مش كل هتقول لي يا مستر طب ما هو في 4 بوينتس اهم موجودين. انا مالي انا بدول. ماشي كلهم عليه؟ لا خلاص انا كل البوينتس عليه؟ لا يبقى خلاص خش يبقى دي هنختار دايركت بس. يلا خش على اللي بعديها. ها بيقول لك which of the following سترونج وانفرس. مين هنا سترونج وانفرس؟ سترونج وانفرس يبقى سي ودي غلط يا مستر. صح. انا بحب فكره الحته دي بقى ان انت بتستبعد. عارف فكره ان انت بتستبعد كده يعني ايه؟ يعني انت وصلت بنسبه 50% ان اجابتك صح، يبقى ما قدامكش غير دي ودي. فكره الاستبعاد دي مهمه قوي، يعني من احسن الحاجات اللي ممكن تعملها في التشوز. يلا بينا. ها احساسك ايه بقى ان هو عايز مين هنا؟ سترونج يعني قريبين. ها سترونج يعني قريبين. يبقى الاجابه ايه؟ برافو عليك. يلا خش على اللي بعديها. which of the following represent سترونج ودايركت. سترونج ودايركت يبقى ايه وبي غلط يا مستر. ايوه برافو عليك. يبقى لا دي سترونج يعني قريب. ايوه كده. يبقى الاجابه سي. يلا الشكل اللي قدامك دوت. هل لو انا رسمت اللاين كده بص 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 ايه اللي حصل؟ كلهم عدوا عليه. كله برافو عليك. يبقى ده بيرفكت وايه؟ وانفرس. بيرفكت وانفرس. ممتاز. يلا ها
بيقول لك if the two variable increase together او decrease together، بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض، يبقى كده هيكون ايه؟ دايركت. اكيد هيكون دايركت. انت بقيت ممتاز، انت بقيت جامد، وكده بقيت انت، انا كده بقيت مطمن عليك. يلا مين هنا انفرس؟ يبقى بي وايه غلط، يبقى بي وايه غلط. شوف بقيت جامد ازاي، ودي غلط، ودي كمان غلط عشان دي دايركت، يبقى الاجابه الصح هي سي. يلا الريليشن بتوين السيركمفرنس اند سيركل، حفظتها انت بقى خلاص، ده دايركت يبقى دايركت وايه وبيرفكت وبيرفكت. يلا بينا. والار ديت بتوين كام وكام؟ بس ركز، هو بيقول لك ان هي دايركت كورليشن. دايركت يبقى من 0 ل 1 دايركت. شفت قال لك ان هو عايزها دايركت، ما كنتش تستعجل انت بقى وتروح واخد من نيجاتيف 1 ل 1. لازم تقرا السؤال كويس. هو قال لك ان هو ريبريزنت دايركت، يبقى بس اخد بي ولا دي؟ لا دي، لا ما هي دي الزيرو معانا، ما هو الزيرو مش صح. الزيرو مش دايركت، الزيرو قلنا نايلستيك، يبقى الاجابه هتكون بي. ممتاز. يلا ها 39. شوف حلينا 39 سؤال في نفس الحته، هنحل لحد 40. يلا عايز ريبريزنت انفرس. مين هنا انفرس؟ انت بقيت بتجاوبها لوحدك. شوف بقيت شاطر ازاي وبقيت جامد ازاي. طب يلا السكاتر دياجرام دوت، الشكل اللي قدامك ده، دول انفرس كده، دول انفرس. برافو عليك. سترونج ولا ميديوم ولا شكله ايه؟ لا سترونج، شكله سترونج وهيكون انفرس. برافو عليك برافو عليك. فهمت الفكره؟ احنا النهارده في الفيديو ده، شوف الفيديو اللي معاك ده هيكون ما كملناش وقت طويل، انما الفكره في ايه؟ انت عملت فوكس بس على الحته بتاعت الكورليشن. ده ستايل شغلنا في الشرح. بنعمل ايه؟ بنمسك الجزء، نمسك كل الاسئله اللي جت في الامتحان، في كتاب الوزاره، في كتاب المدرسه، في كتاب الخارجي، كل الاسئله اللي جت مجمعينها في الحته دي بس. فانت بتخرج من الفيديو مجمع حته بسيطه، بس هي حته بسيطه بس مهمه في الامتحان، وفي نفس الوقت انت بقيت خارج من الفيديو فاهم ولا مش فاهم؟ طيب ان كيس نسيت، عايز تعمل ايه؟ عايز ترجع، ما تلاقيش بقى حصه عندك 18 ساعه وعمال تدور على الحته بتاعت الكورليشن. لا خالص، الحته بتاعت الكورليشن في فيديو بسيط. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل بقى بقيه الشابتر، وانت كده فهمت الفكره. ربنا معاك. هبعت لك الPDF تحله، وان شاء الله الدنيا تبقى تمام. حبيبي باي باي.